الإنسان يدعو فيقول اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. لماذا نقول بغفرانك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رمضان قال ورجل دخل عليه رمضان فلم يغفر له. فرمضان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، لأن الصيام شفيع والقرآن شفيع، وهما يجتمعان في رمضان. فالقرآن أنزل في رمضان والصيام شرع أن نصوم رمضان، فهما شفيعان مقترنان، وكلاهما من أعظم أسباب المغفرة. فالإنسان يقول اللهم اختم لي شهر رمضان بغفرانك، يكثر من هذا قبيل غروب هذه الليلة. فإن ثبتت الرؤيا فالحمد لله، وإن لم تثبت فالحمد لله، ويواصل الدعاء والذكر حتى يتبين الأمر أو تكمل العدة غدا الجمعة، والعلم عند الله. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، واعذنا من عقوبتك وسخطك ونيرانك. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعدل. اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، واختم لنا اللهم بخاتمة المقربين، واحشرنا يوم القيامة مع سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.